الهدر المدرسي الذي يحصل في مسيرة التلميذ الدراسية يساهم بشكل كبير في التعثر المدرسي وبالتالي التوقف عن الدراسة في مرحلة معينة، وهنا تلعب دور الطالب والطالبة دورا مهما في الحد من هذه الظاهرة عبر توفير ظروف الدراسة وتشجيع الفتيات على الخصوص بالوسط القروي على مواصلة دراستهن. نموذجنا من دار الطالبة بالجامعة الترابية والجان بإقليم تيزنيت التي عرفت توسيع مرافقها وتأهيلها في إطار دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لحيج بتامك وعبد الغني الطهراوي. مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بالجامعة الترابية والجان بإقليم تيزنيت منشأة تربوية ساهمت في توفير خدمات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي للفتيات المنحدرات من مناطق بعيدة وتشجيعهن على مواصلة دراستهن في أحسن الظروف. اجواء زوينه، كنقراو من كنجيو النهار الصباح تاع الصباح تاع نهار الاثنين وكنمشيو العشيه تاع نهار السبت. الحمد لله المبيت كيدينا ترونسبور، كيجيبنا ترونسبور في الصباح وكيدينا مع 12 تاع نهار السبت. الحمد لله المبيت زوين. عندنا المربيه وعندنا المقتصده اللي كيتهلاو فينا. زعما المربيه عندنا ظريفه كتعاوننا في التمارين وكتراجع معنا وكدير لنا الانشطه اللي كيعاوننا نقراو وكنستافدوا بزاف. ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إعادة تأهيل وتوسيع هذه المؤسسة الاجتماعية في إطار مرحلتها الثالثة والمتعلقة بدعم التمدرس بالإقليم. وقد تميز تدخل المبادرة خلال المرحلة الثالثة بإعطاء دفعة قوية للنهوض بالتعليم الأولي بالوسط القروي بالإقليم. ثم تم إحداث 51 وحدة للتعليم الأولي استفاد منها 118 دوار بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون درهم. المؤسسة هذه السنة استقبلت 116 مستفيدة اللي كتنحدر من الدواوير تابعة للجامعة ويجان. النقل المدرسي كيقوم بالدور ديالو حيتاش كيجيب المستفيدات من دواور بعيدة على الجامعة وكتوفر لهم هذه الخدمة مشكورة. المؤسسة كتوفر التغذية أو الإيواء كذلك لجميع المستفيدين. المؤسسة ما عندهاش حتى شي طلب زعما مرفوض، جميع المستفيدين تم القبول ديالهم. مشاريع اجتماعية وتربوية مماثلة تم إنجازها وتأهيلها بعدد من الجماعات الترابية بإقليم تيزنيت بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مشاريع ستساهم في تحسين ظروف التمدرس بالعالم القروي والتخفيف من حدة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد إبراهيم الدان رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة. أهلا بك سيدي الكريم. إذن دور الطالب والطالبة هي حلقة مهمة كما نعلم في منظومة التعليم انطلاقا من أدوارها في المساهمة في تحسين جودة التمدرس. إلى أي مدى هي اليوم ركيزة أساسية في إصلاح المدرسة العمومية؟ شكرا لكم على الاستضافة. كما جاء في الروبورتاج وفي مداخلتكم فإن دور الطالب والطالبة تندرج ضمن منظومة متكاملة للدعم الاجتماعي، والدعم الاجتماعي يعتبر مكونا رئيسا في إصلاح المنظومة التربوية الحالية. فعلى الرغم من التركيز على التعلمات وعلى جودة التعلمات في المدرسة، فإن الدعم الاجتماعي يشكل برنامجا تحويليا مهيكلا سيساعد على تحقيق الجودة وضمان بيئة سليمة للتمدرس، وخاصة بالنسبة للتلميذات وتلاميذ الوسط القروي. بجهة سوس ماسة كما تعلمون فإن هذه الجهة جهة مترامية الأطراف شاسعة، وجزء كبير من العالم القروي يحتاج إلى منشآت اجتماعية تساهم في تدليل عقبات الجغرافية والعقبات الاجتماعية والاقتصادية للتلميذات والتلاميذ. نعم سيد الدان. إذن هذه المؤسسات الاجتماعية إلى أي حد ساهمت في محاربة الهدر المدرسي الذي يعد سببا رئيسيا في التعثر الدراسي الذي يحصل خلال مسيرة الطفل وقد يؤدي به إلى الانقطاع عن الدراسة؟
لمحاربة الهدر المدرسي الأكاديمية الجهوية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي وضعت استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التركيبية لهذه الظاهرة، وضمن هذه الاستراتيجية يشكل الدعم الاجتماعي وضمنه دور الطالب والطالبة دعامة أساسية ولها تأثير مباشر على ولوج التلميذات والتلاميذ إلى الأقسام. ونلاحظ الآن بأن نسب التمدرس قد ارتفعت بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة، والآن الحمد لله نحن في مستوى عالي جدا من التمدرس، إضافة إلى أن هذه الدور إلى جانب بطبيعة الحال المجهودات الذاتية لوزارة التربية الوطنية اللي هي الداخليات والمطاعم المدرسية. فمثلا على مستوى هذه الجهة عندنا 116 المنشأة اجتماعية ذاتية، 82 داخلية و34 مطعم، ينضاف إليها ما يزيد عن 100 دار طالب وطالبة، كلها تساهم في تحقيق أهداف التمدرس والتقليل من الهدر المدرسي. ونلاحظ على مستوى منحنى الهدر المدرسي تراجعا مضطردا مستمرا خلال السنوات الأخيرة. أشكرك السيد إبراهيم الدان، رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة